سلام سلام، إن شاء الله راكم تكونوا بخير وصحة وسلامة يا ربي. وصفتنا لليوم اللي هي كوكيز بنة عالمية. تابعوني في المقادير طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير لهنا باش ناخذ 120 جرام زبدة حيوانية وإلا مارجرين، يعني زبدة نباتية كما تحبوا نتوما المتوفر عندكم. باش نزيد عليها 50 جرام سكر أبيض، 70 جرام سكر بني، ورشة ملح وساشي سكر فاني. لهنا الحلاوة راهي معدلة، ماهوش حلو برشا وماهوش معناها ناقص سكر، معدل بالضبط. باش ناخد كالسكر والزبدة هذيك باش نخلطهم مليح في العجانة حتى لين تتجانس المكونات والزبدة تدخل مع السكر مليح مليح. لهنا في الأثناء باش نزيد بيضة بحرارة الغرفة، لازم تكون بحرارة الغرفة ما تكونش باردة، باش نعاود نركضها مليح مليح تقريبا مدة 5 دقائق حتى لين يذوبك السكر مع الزبدة وتتجانس المكونات الكل مع بعضها. هنا كما تشوفوا الزبدة والسكر تخلط كل شيء مع بعضه، ولا عنا معناها خليط كما معناها كما الكريم هكا كما البوماد. تو باش نزيدو عليه الفارينة، ويا حبذا الفارينة تكون مغربلة. هنا عندي 2 غرامات خميرة حلويات و200 جرام فارينة. بالنسبة للفارينة انتم ما تحطوش 200 جرام كاملة، حطوا اول مرة 170 جرام وخلطوا وشوفوا اذا كان حسيتوها مازالت ناقصة تزيدوا بقية الفارينة. كما تعرفوا الفارينة كل مرة تشرب مرة، لا انتم نوعية الفارينة. بالنسبة للفارينة اللي عندي انا مستانسة بها دونك حطيت 200 جرام كاملين. بعد ما خلطت كل شيء بسباتول تو باش نزيد 100 جرام بيبي دو شوكولا. اذا كان ما عندكمش الشوكولاتة هذه تنجموا تاخذوا طبلية شوكولاتة عادية وتقصوها جويدة بالسكينة. واذا كان كيف ما تحبوش تعطوا لصغيراتكم شوكولا تنجموا تعوضوا بالزبيب، تنفخوه شوية في ماء الزهر ومن بعديك تخلطوه مع البات. لهنا خلط كل شيء مع بعضه باش ناخو ساشي اليمونتير وباش نغطي البول متاعي وباش ندخلها للكونجيلاتور مدة 20 دقيقة. لهنا باش تحطوها في الكونجيلاتور مش في الفريجيدير العادية، يلزم الكوكيز يبرد قبل ما يطيب سينو راه يتحل برشا ويجيكم معناتها باش نقولها لكم الكعبة مفرطحة، يعني ياسر محلولة ويبدا بالخميرة ما يجيكمش بنين. دونك لازمكم تدخلوه للفريجيدير باش من بعد الكعبة تجيكم كل كعبة وقتها. لهنا بعد ما تعدت 20 دقيقة خرجتها من الكونجيلاتور، ونحب كل كعبة تجيني قد اختها. بالنسبة للميزان لهنا 30 جرام لكعبة الكوكيز. اذا كان تحبوهم انتم اصغر ولا باش تعملوهم جوتي لصغيراتكم يكونوا هكا دي ميني كوكيز تعملوا ما بين 20 و 25 جرام الكعبة. بالنسبة لي أنا 30 جرام معناها حجمها ممتاز وباهي، ماهيش كبيرة وماهيش صغيرة، خاطر كي باش تجيب من بعديك في الفور باش تزيد تتحل شوية. توا لهنا كملت شكلت لي بول متاعي الكل باش نعاود نرجعها الكونجيلاتور مدة 10 دقائق لو طون الفور نحطه يسخن على 170 درجة. هنا بعد 10 دقائق عاود خرجتها من الكونجيلاتور كما تشوفوا البات ماهيش جامده وماهيش معناتها مازالتش شاده روحها. باش نزيد نعاود نحط لها شويه شوكولا هكا باش نرشق عليها هكا شويه شوكولا وباش نحطها في الطبق الفور يكون مفروش عليه بابي كويسون. لهنا البول ما تحلوهاش برشا، يعني الكعبوره ما تحلوهاش برشا، دوبا هكا شويه تنزلوا عليها وتحطوا فيها الشوكولاته والا فاكهه كيما تحبوا نتوما. لهنا باش نكمل كعبات الكل متاعي بنفس الطريقه وما شاء الله والله كونتيتي طيحت لي، منعرفش قداش من كعب الحق ما حسبتش، اما الحكه تعبيت لي معناه. وبالنسبه للكوكيز هذا راهو يجي كروكون ماهوش الكوكيز التري، باش يكون في بالكم هذا كوكيز كروكون مع حليب مع قهوه مع جو، راهو بنين على الاخر. وبالنسبه للسكر متاعو معدل بيرفكت على الاخر زاده. انا الحق الكوكيز مانيش حبابه فيه برشا، اما راجلي ما يحبش برشا الحلو، اما كساعه ساعه يشتهي حاجه قال لي بالله اعمل لي كعبات كوكيز. عملت له كعبات قلت ميسالش خلي نحي له الشهوه متاعو. انا نحب البشكوتو هذاك التونسي بشكوتو العيد نسميه هنا، لكن نحبه برشا. لهنا كملت شكلت كعباتي الكل باش نحطهم في الفور ما بين 12 و 15 دقيقة على فور مسخن من قبل على 170 درجة.
وانتوما وكيفاش تحبوه احمر برشا والا تحبوه فاتح. بالنسبه لي انا 15 دقيقه راه يجيني احمر شويه. اذا كان تحبوه انتوما افتح تحطوه 12 دقيقه كما تشوفوا هنا في الفيديو. اذا كان احمر ملوطه سي بون خرجوه. هذه هي وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون نالت رضاكم. نتمنى انكم تجربوها. بالحق راهو بنين على الاخر، سورتو مع قهوة الصباح بنين بنين، ولا قوتي صغيراتكم تعملوا حاجة نظيفة في الدار خلي خير ملي تشريوها من الشارع. ما تنسوش باش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد. نتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله. بسلامة.